أنا رندا مجدي ودي بارت 1 من قالوا لنا زمان. والحقيقة إن صاحبة الفكرة دي هي بنتي، لأن احنا اكتشفنا طول ما احنا قاعدين في العربية بنحكي حاجات حصلت لنا خلال اليوم. وفي مرة من المرات قالت لي إن أنا كل ما أحكي لها عن حاجة أو كل ما أفهمها موقف أنا أو هي تعرضنا له أو نحكيه لبعض دايما بقول مثل، وبعد ما بقول المثل بشرح لها معنى المثل، وبعدين بنطبق المثل ده على الموقف اللي حصل لنا عشان نعرف نفهم ده حصل لنا ليه. ففي مرة قالت لي ليه ما تعمليش حلقات زي ما عملتي بارت 1 وبارت 2 من حاجات اتعلمناها لما كبرنا في السن شوية، وتتكلمي فيها عن الأمثلة اللي احنا بنتعرض لها أو المواقف اللي احنا تعرضنا لها كل يوم والأمثلة اللي انتي بتقعدي تقوليها لي. فبارت 1 النهاردة عن آخر حاجة احنا تعرضنا لها احنا الاتنين، وهو الناس اللي بنقابلهم كده في القعدات والمناسبات أو حتى في المدرسة. واكتشفت ان الموضوع ده طبعا بيحصل في المدرسة، وده مش نتيجة الأطفال، ده نتيجة ان الأطفال دي شافت أهاليهم، يعني باباهم أو مامتهم أو أقرب حد ليهم بيعمل نفس السلوك ده، فبيروحوا يطبقوا نفس السلوك ده على أصحابهم في المدرسة. وهو ان في ناس معينة في حياتنا طول ما هم قاعدين بينتقدوا او بيتريقوا على الناس اللي حواليهم، ومش شرط ابدا يكونوا بيتريقوا او بينتقدوا حاجة مش حلوة. في ساعات ناس بتعمل كده على حاجة مثلا كويسة حصلت، يعني مثلا حد نجح، حد جاب درجات كويسة، حد لعب النهاردة في التمرين كويس، حد جاب شهادة كويسة، حد نجح في حاجة، حد اتكرم في حاجة. فالناس دي بيكون طبعها الطبيعي بتاعهم ان هما بيقللوا من الناس اللي حواليهم، وبياخدوا الموضوع ساعات في سكة هزار. يعني بمجرد ما حد تلاقيه نجح او بيتكرم اهتمام كله راح له، او الناس مهتمة بحد معين، او هما شايفين حد نجح في حاجة او عمل حاجة حلوة او بقى شاطر في حاجة او مبسوط حتى على الاقل دلوقتي، لازم يقللوا منه وينكدوا عليه. والموضوع ده طبعا بيحصل مع الكبار عادي، في قعدات ممكن تلاقي ناس كل شغلها الشاغل ان هي بس تتريق على الناس اللي حواليها، تنتقد اي حاجة موجودة، طريقة ضحكة، طريقة هزار، طريقة كلام، حاجة انت اشتريتها، حاجة انت لابسها، حاجة انت بتعملها دلوقتي، اكلة انت بتاكلها، طريقة اكلك، طريقة كلامك، طريقة مشيتك. طول الوقت في ناس بنقابلهم بنفس البيهيفير ده، هم طبيعتهم كده. والحقيقة ان هما بيبقوا معروفين، يعني بيبقى معروف وانت بتقعد او انت بتروح او انت بتتكلم او انت بتقابل او انت بتتعامل عموما، انت عارف ان الشخصية دي هي كده، هما طبيعتهم كده. فالحقيقة ان بنتي كانت مستغربة جدا، هو ليه في ناس كده؟ يعني ليه في ناس ما بتعرفش تفرح لناس؟ ليه في ناس ممكن تأذي ناس بالكلام؟ ليه في ناس قعدتها بتبقى صعبة كده، يعني او التعامل معاهم بيبقى صعب او عشرتهم صعبة؟ وطبعا من وجهة نظر الأطفال، هو ليه ممكن حد يعمل كده؟ يشوف حد عمل حاجة كويسة، نجح في حاجة، مبسوط دلوقتي، فرحان، أيا كان، ويحاول ان هو يشاركه أو يقوله كلمة حلوة، أو حتى لو مش قادر ان هو يعمل حاجة زي كده مش لازم يأذيه، يعني مش لازم يديله كلمتين أو يقلب كل الحاجات الكويسة اللي بتحصل دلوقتي في الموقف لكلمتين لازم يتقالوا ينكدوا بيهم على الشخص اللي قدامه. طبعا ده من وجهة نظر الأطفال. ومن وجهة نظر الكبار، ليه حد ممكن يكون كل التارجت بتاعه في الدنيا ان هو طول ما هو ماشي بيتريق على خلق الله، يرمي لك كلام، يتريق عليك، يعلق على حاجة، يعمل حاجة، المهم يكون كل الهدف ان هو يقرفك وينكد عليك ويخليك مش مستريح او مش مبسوط. وهنا انا افتكرت المثل اللي بيقول كل اناء ينضح بما فيه. يعني كل بني ادم بيطلع الحاجة اللي جواه. يعني مثلا بالنسبة لبنتي، الطفل اللي طول الوقت مش عارف يفرح لزمايله، مش عارف يتبسط ويتقبل ان في حد ممكن يكون شاطر او حد ناجح او حد بيعمل حاجة كويسة او حد محبوب او حد على الاقل حتى فرحان، الطفل اللي بيعمل كده على طول هو بالظبط عامل كأنه بوكس، اللي جواه بيطلعه. اللي جواه هو ايه؟ لو جواه رضا، سعادة، انبساط، عيلة مستقرة، أهل مستقرين، ناس بيدعموه، ناس بيفرحوا له، ناس بيسمعوه كلام حلو، ناس بيشكروه، ناس بيحزنوا على حزنه، ناس بيطبطبوا عليه، ناس بيبقوا فرحانين لما بيعمل حتى ولو حاجة بسيطة، هتلاقيه طول الوقت بيعمل كده مع أصحابه ولا زمايله ولا الناس حتى اللي يعرفهم، لأن هو ده اللي جواه. اللي جواه طلع،
هو متعود على كده. فبالتالي لما بيشوف حد عمل حاجة كويسة مبسوط أو لو حتى زعلان بيعرف يطبطب وبيعرف يقول كلمة كويسة. ده بالظبط نفس الكلام على الكبار، بس الموضوع بيبقى مختلف شوية. ساعات مع الكبار ما بيبقاش الموضوع كله ليه علاقة بالأهالي، ساعات بيبقى ليه مؤثرات أو عوامل تانية ملهاش علاقة بالأهل والبيت. ساعات الناس دي بيكون اتعرضت لضغط، بيكون اتعرضوا لأزمة، حزن، اكتئاب، بيكونوا اتعرضوا لنفس الحاجات اللي هم بيعملوها دي بالظبط، فهم بدل ما بيعرفوا يدافعوا عن نفسهم أو يمنعوا الأذى ده فبقوا بيطلعوه على الناس التانية. وفي المرحلة ما بين ان هم مش عارفين يدافعوا عن نفسهم ويوقفوا الأذى ده وهم بيطلعوا الأذى ده على الناس، هو في بوكس، البوكس ده بيتملي فيه كل الحاجات اللي الناس دي بتتعرض لها. يعني لو حد طول الوقت بيتعرض لانتقاد، لتجريح، لاستهزاء، او حتى لضغط نفسي، ضغط نفسي عوامل نفسية بتخلي البني ادم ده على طول مضغوط او تحت ضغط شديد من تصرفاته، من كلامه، من لبسه، من حركاته، من ضحكته، من مشيته، ايا كان اللي بيتعرض له فهو بيملاه جوه نفسه. ولو ما بيعرفش يوزن ما بين ان هو اتعرض للحاجات دي من ناس بره ملوش علاقة خالص بالناس اللي بيقابلهم التانية، ففي النص الناس دي ممكن تملى الصندوق ده ويبتدوا يتعاملوا فيه مع الناس. فيبتدوا الناس دي كل ما تشوف حد يقعدوا ينتقدوه، ينتقدوا اي حاجة لمجرد الانتقاد، لمجرد ان هم بيفرغوا طاقة عندهم من جواهم، لمجرد ان هم بيفرغوا اللي جواهم هم حاسينه واللي تعرضوا له فبيطلعوا على الناس عادي جدا. هتلاقي الناس دي طول ما هي قاعدة بتستهزأ بأي حاجة، بتهزر على أي حاجة لمجرد الهزار، ومش الهزار اللطيف اللي احنا عارفينه اللي هو الكلام اللذيذ الخفيف اللي بيضحك ده، لا خالص، بيبقى الكلام رايح في سكة تانية تماما. بيبقى طول الوقت بيبقى انتقاد أو تريقة أو تقليل من اللي قدامه ايا كان هو ايه. ده ساعات كمان بيبقى الموضوع مثير للشفقة، يعني مفيش انتقاد نعرف نتناقش وناخد وندي فيه، مفيش تريقة ينفع نتكلم فيها وناخدها في سكة هزار ونكملها. ده بيبقى كلها علامات استفهام، هو في ايه؟ هو الموضوع على ايه؟ هو الكلام رايح فين؟ احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ ممكن نوصل لمرحلة ان احنا نتضايق، بس مع الوعي اللي بنتعرض له كل شوية، ولو انت تعرف الشخص ده او بتشوفه كل يوم او بتشوفه كل شوية او بتتعرض للموقف ده معاه كل شوية، فانت بتبقى عارف طبيعي جدا ان الناس دي هي كده، هي طبيعتها كده، هما كده. ده نفس الكلام اللي انا قلته لبنتي، الناس مختلفة تماما، اللي معاكي في المدرسة هما ناس مختلفة، شخصيات مختلفة، بيوت مختلفة، اللي جوه كل واحد صندوق محدش يعرف عنه حاجة، بس بيظهر في الأفعال، في التصرفات، في الكلام. ولو البني آدم ما بيعرفش يقول كلمة حلوة، لو البني آدم ما بيعرفش يطبطب، لو البني آدم ما بيعرفش يتعاطف، لو البني آدم ما بيعرفش يتفاعل في مشاعره مع الناس اللي حواليه، سواء لو شاف حاجة كويسة يتكلم أو لو شاف حاجة مش كويسة ما ينتقدش الانتقاد الجارح، ما يتريقش التريقة التافهة، ما يهزرش الهزار المبالغ فيه. لو لقى حد بيعيط بيعرف يطبطب عليه، حد محتاجه في حاجة بيعرف يبقى جدع معاه. الخلاصة ان احنا ساعات بنتضايق جدا من تصرفات الناس دي او بنبقى مش مستريحين في التعامل معاهم، مش مستريحين في وجودهم، مش مستريحين ان احنا نبقى بنسمع ده كل مرة وبنديهم اعذار. بس في الاخر هي دي طبيعة البني ادمين، هنزعل شوية، هنتضايق شوية، ساعات بنكسل نرد على الناس دي لان بقى عندنا الوعي الكفاية ان دي مش مشكلتنا، دي برضو مشكلتكم انتوا، او دي مش المشاكل اللي عندنا، ده انتوا بتحكوا حاجة عندكم انتوا، او انتوا بتطلعوا المأساة اللي انتوا عايشين جواها. وطبعا بالنسبة للأطفال لازم نفهمهم جدا ان الموضوع ملوش علاقة خالص بقد ايه انت شخص غريب او تصرفاتك غريبة او نجاحك مش متقدر او ان انت عملت حاجة مش مهمة او ان انت عملت حاجة مش متقدرة او مش متشافة. ده ملوش علاقة خالص بيك، ده ليه علاقة بنظرة البني آدم ده لنفسه او باللي جواه. هو جواه ايه؟ هو بيعرف يفرح؟ هو بيعرف يتبسط؟ هو بيعرف يطبطب؟ هو بيعرف يتعاطف ولا لأ؟ لازم جدا نفهم أطفالنا المعلومة دي، لازم يفهموا كويس جدا ان الحاجات اللي بتفرحهم هي بتفرحهم عشان هم حاسين ان هم عملوا حاجة مهمة او حاجة كويسة، او عشان هم فعلا فرحانين. مش لازم خالص يكون كل الناس فرحانة لفرحك، مش لازم ابدا يكون كل الناس متأثرة بنفس الحاجة اللي انت متأثر بيها، مش لازم ابدا الحاجة اللي تضايقك او تزعلك تكون هي بالظبط نفس الحاجة اللي بتضايق او بتزعل او بتزعج حد تاني. ممكن يكون الناس دي ما حدش اتعاطف معاهم
محدش قدرهم، محدش زعل لزعلهم، محدش اداهم رياكشن عشان يعرف يتعاطف معاك او يزعل على حاجة انت زعلان منها، او حتى ما يزعلكش ويتريق عليك. وده ببساطة جدا عشان كل اناء ينضح بما فيه.